الكل كان فرحان وبيضحك من قلبه، خصوصا وقت دخول العريس والعروسة القاعة، وبدأت شهد تقرب من عريسها وهي طايرة من الفرحة. أنا مش مصدقة نفسي إننا بقينا لبعض يا حبيبي. معقول خلاص كده كلها ساعة ويتكتب كتابنا وابقى مراتك رسمي؟ أنا اللي حاسس إني بحلم. ربنا يكمل فرحتنا على خير وتروحي في إيدي كده يا حبيبتي. كان تامر عينه مش مفارقة حسين والده ولا رجاء والدته اللي دموع فرحتهم ما كانتش مفرقاهم. أما سهى بنت عم العريس فكان باين عليها الابتسامة المزيفة. أختها نيرة أكتر واحدة كانت حاسة بيها وقتها. حاولي تنسي يا سهى وتشوفي حالك بقى، وكويس إنك شايفاه جنب عروسته عشان ما تبكيش عليه زي كل ليلة. انتي بتقولي إيه يا نيرة؟ هو ده وقته برضو؟ ثم إن خلاص تامر كانت حكاية وخلصت، وللأسف حكاية من طرف واحد. وبعد ما شفته وهو جنب عروسته خلاص من النهاردة تامر زي أخويا ومستحيل أفكر فيه تاني أبدا. والحمد لله إن عمره ما أخد باله من مشاعري. سهى أخدت نفس عميق وحاولت تداري وجعها اللي محدش كان حاسس بيه في وسط الفرح ودوشته. وفجأة شاشة العرض بدأت تعرض صور العريس والعروسة من أول ما كانوا صغيرين لحد ما اتقابلوا واتخطبوا. لكن اللي اتعرض بعد كده خلى الكل مصدوم ومش مصدق اللي بيتعرض. فيديو صدم الكل بين سهى وتامر خلى رشاد والد سهى يجري يزعق زي المجنون. نقفلوا الشاشة دي بسرعة، إيه اللي بيتعرض ده؟ سهى كانت مصدومة وإيديها بترتعش. أختها بصت لها بصدمة هي والدتها، ووالدها قرب منها وعيونه كلها غضب ومسكها من كتفها بكل قوته وقال لها: انت ازاي تحطي راسي في الطين؟ معقول يا سهى انت يطلع منك كل ده؟ والله يا بابا ما عملتش حاجة ومعرفش مين اللي في الفيديو دي، مستحيل تكون أنا، يمكن واحدة شبهي. هي مين اللي شبهك دي؟ انت يا سهى انت. ووالد تامر دور على مسؤول الفقرات والتصوير في القاعة وقال له: انا عايز اعرف مين اللي اداكم الفلاشة اللي اتعرضت دي. ايه يا فندم اللي ادانا الفلاشة؟ ابن حضرتك بنفسه قبل ما يدخل الزفة حالا، والفيديو اللي اتعرض من نفس الفلاشة. احنا غير مسؤولين عن اللي حصل تماما. وفي عز الكارثة دي كان تامر مش بينطق، وشهد عروسته كانت قاعدة جنبه منهارة من البكا. قولي ان الفيديو مش حقيقي وان في حاجة غلط عشان خاطري يا تامر، ريح قلبي، انا حاسة ان قلبي هيقف من القهرة. انت ساكت ليه؟ والله مش انا عمري ما كان في بيني وبين سهى اي حاجة غير الأخوة، بالله عليكي صدقيني. وطلع حسين قصاد كل المعازيم اللي أصر ان محدش منهم يسيب القاعة. يا جماعة اللي شفتوه ده 100% متفبرك، مستحيل يكون حقيقي. بس طبعا لحساسية الموقف أنا بعلن قصاد الكل إن سهى بنت أخويا رشاد هتبقى مرات ابني تامر، والمأذون هيكتب الكتاب حالا وقصاد عيونكم، وأكيد هنعرف مين اللي فبرك الفيديو ده وهنجيبه وهنرد كرامتنا قصاد الكل. الكل كان مش فاهم اللي بيحصل ومذهول، إزاي يحضروا فرح والعروسة تتبدل فيه. طلعت سهى قعدت جنب تامر وهي بتبكي وبصة في الأرض، والمأذون كتب كتابها وهي مش مستوعبة اللي بيحصل. وبعد كتب الكتاب الكل مشي، وسهى فضلت تبكي بحرقة. وعمها حسين اللي في ثواني بقى حماها قال لها: مبروك يا بنتي، محدش عالم الخير فين، يلا عشان تروحي مع تامر. أروح فين يا عمي؟ هو انتوا صدقتوا الجوازة دي؟ مستحيل أروح معاه. ازاي أنا أتحول من واحدة من ضمن المعازيم لعروسة؟ أنا مصدومة ومش قادرة أفكر، لو سمحتوا خلوني أروح بيتنا. رجاء مرات عمها قالت لها: يا بنتي يلا عشان تروحي معاه، انت ما ينفعش بعد اللي حصل تطلقي من تامر لأي سبب من الأسباب، وإلا هنثبت إنك بعد الشر معيوبة. ردت والدة سهى: معيوبة ازاي يا رجاء؟ انت عارفة وانا عارفة ان الفيديو ده مش حقيقي، وان ابنك عمره ما فكر في بنتي وبنتي عمرها ما فكرت في ابنك، ثم انهم عمرهم ما قعدوا مع بعض لوحدهم ابدا. سيبوا بنتي تروح معايا وخلينا نشوف مين اللي له مصلحة في الفضيحة دي. رشاد قطع كلام مراته وقال لها: روحي مع تامر يا سهى، لاني مش طايقك، ولو قعدتي معايا في بيت واحد ممكن ما يطلعش عليك نهار. اوعي تكوني فاكرة اني مصدق ان الفيديو متفبرك، انا واثق ان انتوا اللي فيه. امشوا من قدامي، مش قادر اشوف حد فيكم بعد ما كسرتوني وقطمتوا ظهري. هوري وشي للناس ازاي بعد كده؟ انزل الشارع ازاي بس يا ربي؟ كلام رشاد خوف سهى من المروح معاهم وخلاها تركب العربية جنب تامر اللي ما كانش بيتكلم نهائي. ولما روح بيته حس انه في كابوس، واتكلم بصوت سمعته سهى: ازاي مش شهد اللي مروحة معايا؟ يا رب يا رب فوقني من الصدمة دي وحلها من عندك يا رب. هما انا اعمل ايه؟ طب انت راجل محدش هيجيب عليك اللوم زي انا، اروح فين من عيون الناس؟ ازاي اتجوز بالشكل ده اصلا وانا بريئة وعمري ما عملت حاجة غلط؟
أنا مصيبتي أكبر من مصيبتك يا تامر، وحتى بابا مصدق إن ممكن الفيديو يكون حقيقي. لو أنت مصدوم ومقهور مرة فأنا مصدومة ومقهورة مليون مرة. دخلت سهى تنام في أوضة بعيدة عن تامر وهي بتبكي وحزينة. وتاني يوم الصبح صحيت على صوت زعيق بره، وكانت شهد والدها وسمعت صوت شهد بتقول: هي بجحتك يا أخي، بقى ليك عين تاخد بنت عمك وتروح بيتي وتناموا على عفشي؟ انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ يا شهد فهمي بالله عليكي، احنا مظلومين وما عملناش حاجة، وعشان تصدقي احب اقولك ان سهى نايمة في الأوضة وقافلة على روحها، وانا زي ما انا ما غيرتش البدلة اهو. وانت بقى عايزني اصدق الفيلم الهندي ده؟ يا تامر ده انا شايفة الفيديو بعيني. والله متفبرك، وبعدين لو فعلا في حاجة بيني وبينها ليه ما اتجوزتهاش؟ ما هي قصادي طول عمري. يا ابني احنا خلصنا من الموضوع ده، وعشان اريحك حتى لو الفيديو متفبرك انا مستحيل اجوزك بنتي بعد الفضيحة دي. خلاص انسى، احنا بس جايين ناخد عفش بنتي ونتكل على الله. وسهى لقيت الباب بيخبط عليها خلاها تتنفض، ولما فتحت لقيت شهد بتبص لها باحتكار. معلش قلقت منامك يا عروسة، صباحيا مباركة، خديه يا اختي واشبعي بيه. انا مستعده امشي دلوقتي حالا واروح في اي حته، بس انت خليكي عشان خاطري يا شهد. تامر بيحبك ودليل براءتنا هيظهر صدقيني، وهتتاكدي ان مفيش حاجه بيني وبين تامر. وحتى لو الفيديو متفبرك بحب اقولك انك انت اللي اكيد فبركتيه، وانا مستحيل انسى بصتك ليا بحسرة ساعة الزفة. نظرتك فضحتك للاسف، وخلتيني الوهلة شك انك بتحبيه. سبحان الله، بعدها اتاكدت من شكي. مشيت شهد هي ووالدها وسابوا تامر وسهى يكملوا سكوتهم وصدمتهم. سهى احنا لازم نعرف مين ورا الكارثة دي، ولازم نوصل لنهاية لموقفنا ده. أنا في يوم وليلة حياتي اتبخرت ومش عارف مين السبب. سهى هزت راسها وكان باين في عيونها الدموع اللي ما بتقفش من امبارح. وفي بيت رشاد كان الكل حزين، ونسرين والدة سهى قربت من رشاد وقالت له بصوت مكسور: يا رشاد كلنا عارفين ومتأكدين إن سهى مظلومة، ولازم نقف جنبها وفي صفها، مش نرميها بالشكل ده. لازم تخليها ترجع البيت وسطينا. مستحيل أدخلها البيت ده تاني، أنا اللي شفته مفيش راجل يتحمله، حتى لو الفيديو مش حقيقي فأنا برضه مش متقبله ولا قادر أقف في صفها. واشمعنى هي اللي معاه في الفيديو مش حد تاني؟ والباب قطع كلامهم، وكان حسين ومراته رجاء هما اللي جم، وحسين طبطب على أخوه قال له: خلاص يا رشاد، الولاد في بيتهم واحنا لازم ننسى زي ما كل الناس هتتلهي في حياتها وتنسى. هتضحك عليا ولا على نفسك؟ مفيش حد هينسى، احنا هنا في قرية في الريف مش في المدينة، هنبص في وشوش الناس ازاي بعد كده؟ يا رشاد عيالنا مظلومين ولازم نقف في صفهم ونستر عرضنا بإيدينا ونظهر الحق. نسرين اتكلمت بإحراج: صعبان عليا شهد وعيلتها يا حاج حسين، البنت فرحتها اتكسرت ومصيبتها برضو كبيرة. والله يا نسرين أنا رحت لأبوها وحاولت أقنعه إن الفيديو متفبرك وإنه لازم يقف معانا لغاية لما الحقيقة تظهر، لكنه رفض تماما وقال لي إننا نسب يعر. راجل قليل الذوق صحيح، أنا مكنتش عايزة الجوازة دي من الأول، بس نقول إيه بقى؟ رشاد قال لأخوه وهو منهار: طب إحنا هنعمل إيه دلوقتي يا أخويا؟ يعني لو شهد قالت لتامر يطلق سهى عشان ترجع له، تامر هيوافق، أنا كده بنتي هتتدمر الباقي من عمرها، ووقتها أنا هخلص على روحي، مش هستحمل أعيش ثانية واحدة. اللي أنت بتقوله ده يا رشاد، هو من إمتى وإحنا بنتعامل كده يا ابن أم وأبويا؟ عيالك هم عيالي، واللي يمسك يمسني، وشرفك شرفي. سهى هتفضل على ذمة تامر طول العمر، وده أمر منهي مفيش فيه كلام. أنا بس رحت لشهد عشان أعمل اللي عليا، هي برضه بنت ناس ملهاش ذنب، وهو راجل وممكن يجمع بين زوجتين، واللي حصل لنا ده قدر ونصيب مش بمزاجنا. طول عمرك سند يا أخويا، ربنا ما يحرمني منك أبدا. طب يلا بقى قوم عشان نروح لهم ونشوف هنعمل إيه. وبعد إقناع شديد من الكل رشاد راح معاهم بالتامر، وكانت سهى مش قادرة تواجه أهلها، لكن نيرة أختها دخلت لها وبصت لها بنظرات كلها خبث: عملتي اللي في دماغك وارتحتي؟ ما كنتش أعرف إن دماغك سم قوي كده يا سهى. مساكي شنطة هدومك أهي، بابا قال لي حضر لك فيها كل حاجاتك. والله يا بنتي ما عملتش حاجة، ثم إني طول الفرح قاعدة جنبك، إزاي هيكون أنا؟ بالله عليكي سيبيني في اللي أنا فيه. وماله اللي أنت فيه؟ هو ده كان هدفك من زمان، هدفي بطريقة نظيفة وبفرحة مش فضيحة. وبره كانوا الأهل بيتكلموا إنهم عايزين يوصلوا للحقيقة، ولحد ما يكتشفوها لازم تفضل سهى في بيت تامر ما تخرجش منه عشان كلام الناس. وبعد ما الكل مشي سهى قربت من تامر وقالت له: أنا مستعدة أقابل شهد مرة واتنين وتلاتة واقنعها إننا عمرنا ما نكون لبعض. مش بالسهولة دي يا سهى، شهد مش عايزة تسمع لحد، وأنا مصدوم فيها إنها تشك فيا بعد الحب ده كله. إزاي تصدق إني ممكن أعمل حاجة زي دي؟ غصب عنها يا تامر، إحنا كلنا مش قادرين نفكر ولا نتصرف،
وهي بنت حياتها فجأة اتدمرت بسبب شخص مجهول ومش قادرين نوصل له. وبدأ تامر وسهى يدوروا ورا الشخص المجهول اللي دمر حياتهم، وكانت سهى قاعدة مع تامر في بيته وحاسة إنها مع شخص غريب عنها رغم إنه جوزها، لكن خايفة تبقى معاه لوحدها. وبعد أسبوعين من البحث عن الشخص المجهول محدش قدر يوصل لأي حاجة، لكن قدروا يثبتوا إن الفيديو مفبرك. تامر جري يقابل شهدة عشان يثبت لها براءته بالدليل مش بالكلام. شهدة نزلت تقابله لآخر مرة، بس المرة دي وهي لابسة دبلة غير دبلته. تامر بصلها في ذهول وقال لها: قولي إن الدبلة دي مجرد حيلة عشان تخليني أبعد عنك، ما هو مستحيل تتخطي في أسبوعين يا شهد. اسمع يا تامر، مهما حاولت تثبت لي إنك مظلوم فحب أقولك إن مستحيل نرجع لبعض، لأن اللي حصل ما حصلش بينا ولا حتى بين أهالينا القريبين، ده حصل في قاعة كبيرة وسط ناس كتيرة قوي، منها القريب والغريب. الناس مش هتنسى وهتفضل فاكرة، وذكرى فرحنا هيبقى يوم ما تحبش نفتكره ولا نجيب سيرته وسط ولادنا حتى. أنا اتخطبت لابن صاحب بابا اللي عايش بره مصر، وكاتب كتابي هيكون الخميس الجاي، وأتمنى إن أنت وسهى تعيشوا مع بعض حياة سعيدة وتنسوا اللي فات. يعني معقولة قدرتي تدوسي على كل اللي بينا وحبك ليا يا دوب انتهى بس في أسبوعين؟ طب ازاي قدرتي تعمليها؟ كان لازم أعمل كده عشان كرامتي قصاد كل الناس. بعد إذنك يا تامر، وربنا يوفقك. ومشيت شهد وسابت تامر مش قادر يقوم من مكانه، رغم إنها كانت شايفة حالته قد إيه صعبة، لكنها سابته من غير ما تلتفت ليه أصلا. قرب منه الجرسون من مكانه وقال له: يا أستاذ حضرتك كويس؟ يا خبر مش فات، الراجل شكله جراله حاجة. ورغم إن الجرسون وقف شهد عشان تلحقه، لكنها قالت له بكل برود: أنا مش من بقية عيلته عشان أتصرف، تقدر حضرتك تطلع من تليفونه رقم أي حد وتبلغه بحالته وطلب له الإسعاف. ومشيت شهد وكملت طريقها عادي جدا، واتنقل تامر المستشفى، وكل العيلة عرفوا باللي حصل له وراحوا المستشفى بسرعة. لكن اللي كانت موجودة أول واحدة هي سهى. وحسين وقف الدكتور وقال له: إيه اللي حصل لابني يا دكتور؟ هو كويس؟ يا أستاذ حسين ابن حضرتك عنده جلطة بسبب الضغط العصبي، وهو كان عنده استعداد صحي إنه يحصل له كده، والظاهر إنه تعرض لصدمة عصبية خلت حالته اتدهورت بالشكل ده. على العموم هو هيفضل في المستشفى لحد ما يتحسن بأمر الله. الكل كان حزين عليه، وخصوصا والده ووالدته، وسهى هي اللي كانت بتبات في المستشفى ومش مفارقاه أبدا. طول المدة اللي كان فيها في المستشفى كانت معاه. وبعد ما تامر حالته اتحسنت وقدر يخرج وراح البيت، سأل والده وقال له: الشغل أخباره إيه يا بابا؟ يا ابني ما تتعبش نفسك، خليك انت في اللي انت فيه، متقلقش يا سيدي، أنا ما سبتش شركتك يوم واحد، والبركة في ربنا. ثم سهى اللي اتفقت معايا تفضل هي واخدة بالها منك، وأنا أخلي بالي من شغلك عشان لما تقوم بالسلامة ترتاح إن كل حاجة ماشية كأنك موجود. ربنا يخليكم ليه، شكرا يا سهى على وقفتك جنبي. ما تقولش كده يا تامر، الحمد لله على سلامتك. وخرجت سهى وسابت حسين ورجاء قاعدين مع تامر، ورجاء قربت منه وقالت له: بصراحة يا تامر، أحسن حاجة في كل المشاكل اللي حصلت دي هو إنك اتجوزت سهى. حقيقي البنت دي بتحبك بجد، كان باين من لهفتها وخوفها عليك، هي دي اللي تستهلك وقلبها عليك. بس أنا مش قادر أشوفها غير أختي يا ماما، وجوازنا مجرد جواز على ورق مش أكتر. مفيش أخبار عن شهد. تاني شهد يا تامر، انساها يا ابني، دي اتجوزت ابن رجل أعمال كبير قوي وأغنى منك بمراحل. يا ابني الست اللي ما تقفش في ظهرك وتصدقك وقت الأزمة ما تنفعش. سبحان الله، ربك أراد كل ده يحصل عشان معدنها يظهر. يا ابني فوق لنفسك وفرق بين اللي قلبها عليك واللي قلبها قاسي حجر. أنا عارف إن موقف شهد كان صعب يومها، لكن دي ما تهزتش عشانك دقيقة، وقدرت تشوفك وانت مرمي في الكافيه وما هنش عليها تبصلك حتى. لغاية دلوقتي مش مستوعب والله، ده الواحد بيساعد الغريب، ايه الجحود ده؟ مش وقته يا حسين، الولد لسه خارج من المستشفى. بابا عنده حق يا ماما، لكن أنا برضو مقدر موقف شهد وحاسس بيها جدا، واللي عملته رد فعل طبيعي عشان كرامتها. اسمع يا ابني، لو شهد هي اللي كانت في الفيديو مع راجل غريب واتظلمت الظلم ده، أنا كنت أشجعك تقف جنبها وتجيب حقها وتبقى سند ليها. المبادئ ما تعرفش راجل وست، المبادئ واحدة يا تامر، وهي كان لازم تثق فيك أكتر من كده. هو في واحدة تقبل يبقى ليها ضرة فجأة كده؟ زي عايزة تقبل ده يا بابا؟ بس لا يا تامر، هما نهوا الموضوع أول ما شافوا الفيديو على طول، وقبل ما أقولك اكتب على بنت عمك. يا ابني ده أنا حتى لما رحت لهم محدش فيهم قال لي طب نتفاهم، طيب يطلق بنت عمه زي ما يكون صدقوا دول بايعين يا ابني. والله يمكن لو كانوا شاريينك كنا وصلنا لحل يرضي جميع الأطراف. وعموما خلاص مبقاش له لزوم الكلام، البنت اتجوزت، ربنا يسهل لها بقى ويوفقها في حياتها.
وخلص وقتها كل الكلام اللي المفروض يتقال ومشي حسين هو ورجاء، وفضلت سهى جنب تامر تنظم له مواعيد أكله وعلاجه. واستمر الوضع ده فترة كبيرة، سهى جنبه بتراعيه وتروح معاه للدكاترة وتنظم له أدويته. في الوقت ده كان تامر بيدخل على النت يتابع أخبار شهد، كانت بتنزل صورها هي وجوزها ومبسوطة كأنهم كانوا عايشين قصة حب من زمان. وعدت الأيام وتامر اتعافى وكان خلاص نازل شغله. سهى قربت منه: خلي بالك من نفسك وبلاش تتعصب مهما كان الموقف، أرجوك احنا ما صدقنا الفترة اللي فاتت عدت على خير. ليه لسه واقفة جنبي وبتعملي معايا كل ده من غير ما تزهقي ولا تملي، مع إن جوازنا على ورق وبس ومش حقيقي؟ عشان أنا الوحيدة اللي عارفة إنك بريء، وكل اللي حصل لك كان بسبب الظلم اللي تعرضت له. شكرا على كل حاجة حلوة عملتيها معايا وكل يوم سهرتي في جنبي. ومن هنا بدأت حياة تامر وسهى تاخد شكل تاني مختلف، وبدأ تامر يتشد لسهى من تصرفاتها وطيبتها الواضحة واهتمامها بيه، وخصوصا لأنهم قاعدين في المدينة لوحدهم عشان شغل تامر بعيد عن أهاليهم اللي قاعدين في القرية. وده قربهم من بعض جدا، وغير نظرته ليها كأنه بيعرفها ويشوفها لأول مرة في حياته. وفي يوم رجع من الشغل لقاها واقفة في المطبخ، قرب منها وقال لها: انت بتعملي ايه يا سهى؟ شوربة خضار تاني؟ يا بنتي أنا تعبت منك. الدكتور قال إن أكلك بحساب ونبعد عن أي زيوت ودهون. عايزني أعمل لك أكل يعني إيه؟ طاجن كوارع مثلا؟ لا يلا ادخلي جهازي عشان ناكل بره. ناكل بره ونكسر كلام الدكتور يا تامر؟ مستحيل طبعا. وبعدين احنا مش هننزل البلد النهارده عشان نزور أهلنا؟ يا ستي نأجل نزول البلد يومين مش هيجرى حاجة. وبعدين بقى أنا لو منزلتش أكل من بره دلوقتي حالا وانت معايا هتجيلي جلطة تاني. لا لا لا، وعلى إيه؟ بعد الشر عليك، ثواني وهكون جاهزة. ولأول مرة سهى تحس بفرحة وهي جنب تامر في عربيته. كانت طول الطريق ساكتة، لكن الضحكة مش مفارقة ملامحها. ولما قعدوا سوا تامر بصلها لأول مرة وقال لها: أنا يوم كاتب كتابي عليكي كنت فاكر إن حياتي انتهت، كنت بسأل نفسي ليه أنا بيحصل لي كل ده، كنتش أعرف إن هو ده الخير ليا. طلع ربنا بينقذني من حياة مش مكتوبة ليا. وأنا يومها كنت فاكرة إن الفضيحة دمرت مستقبلي، طلعت هي السبب إنها قربتني من إنسان مستحيل يتعوض، بس أنا مش عارفة إيه آخرتها. ملهاش آخر يا سهى، أنا حبيتك ومستحيل أفرط فيكي، إلا إذا كنت أنا ماليش مكان بقى في قلبك، ساعتها أنا مش هزعل، بالعكس مهم إن أشوفك مبسوطة. أنت ليك مكان في قلبي كبير قوي يا تامر، ربنا يديمك في قلبي. من هنا ورايح أنت بقيتي مراتي بجد، مش على الورق بس يا سهى. وعاشت سهى مع تامر زي أي زوجين، حياتهم مستقرة والحب بينهم كان بيزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله. والصدمة كانت في اللي تامر اكتشفه عن شهد لما واحد صاحبه قال له: سمعت آخر الأخبار يا تامر باشا؟ أخبار إيه؟ أخبار شهد هاني، ده أنت ربنا نجدك منها. بيقولوا اتطلقت وجوزها اكتشف إنها بتخونه وبتعرف عليه رجالة تقيلة بيصرفوا عليها وفسح وهدايا وحاجة آخر مسخرة. بصراحة في كلام بيتقال إنها مدوراها من زمان يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو سمحت يا أحمد ما تجيبش سيرتها تاني، ده كلام فيه أعراض وكبير عند ربنا، ربنا يصلح حالها ويسترها. ومشي تامر وهو حزين على اللي سمعه، وعاتب نفسه هو ازاي ما كانش بياخد باله من تصرفات كتير غلط كانت بتعملها، بس على طول نفض أي فكرة وحشة عن تفكيره. وحمد ربنا على حياته مع سهى. وفي يوم جه تليفون لسهى من نيرة أختها وقالت لها وهي بتعيط: الحقيني يا سهى، بابا تعبان قوي وطلبت له الإسعاف ومش عارفة أتصرف لوحدي، ماما مشيت وسابت البيت. انتي بتقولي إيه؟ أنا جاية حالا. وبعد ما انتقل رشاد المستشفى كان الكل متجمع ما عدا نسرين مراته. وسهى سألت نيرة: ايه اللي حصل يا نيرة؟ وازاي ماما تسيب بابا بعد العمر ده كله؟ دي عمرها ما عملتها. معرفش يا سهى، كنت بره ورجعت لقيت بابا وشه متغير، ولما سألته فين ماما قال لي انها مشيت وسابت البيت، ولما كلمتها قالت لي ان الموضوع بينهم منتهي، وقالت لي انها مش هتكمل معاه حياتها يوم كمان، وطلبت مني اقول له ورقة طلاقها توصل لها النهارده قبل بكره. حسين اتدخل: وليه كل ده يا بنتي؟ وامتى؟ دلوقتي بعد العمر ده كله؟ ده رشاد محبش في الدنيا قدها. قولي لها يا بنتي تيجي تشوفه، جايز لما تعرف انه في المستشفى قلبها يحن وتيجي تطمن عليه. حاضر يا عمي. نيرة شدت سهى بعيدة عنهم وقالت لها: انا كلمتها وقالت لي انه يستاهل اللي جراله، وقفلت السكة في وشي، بس مش عايزة اقول كده قصاد عمي يا سهى، لا اكيد في حاجة كبيرة حصلت. قرب منهم تامر في الوقت ده: في حاجة يا بنات؟ انتوا كويسين؟ الحمد لله يا حبيبي احنا بخير. والدكتور خرج بعد كذا ساعة وقال: البقاء لله يا جماعة. سهى ونيرة كانوا في قمة انهيارهم أول ما سمعوا خبر والدهم. أما حسين فكان حاسس إنه فقد جزء كبير قوي منه، وفي ثواني الحزن ملأ قلوبهم وصوت بكاهم كان عالي جدا. وساعة العزا ظهرت نسرين أخيرا، لكن سهى قالت: جاي متأخر قوي يا ماما،
عمري ما كنت أتوقع إنك تبقي بالقسوة دي على بابا. وليه؟ وعشان إيه أصلا؟ أكيد مهما كان السبب ما كانش يستاهل إنك تسيبيه في الحالة دي، خصوصا بعد ما عرفتي إنه في المستشفى. نسرين كانت بتبص للكل وهم كانوا بيبصوا لها بلوم وعتاب. وبعدها نسرين قالت: خلاص خلصتوا تنظير ولوم وعتاب؟ طب أحب أقول لكم بقى إن سبب فضيحة سهى وتامر كان رشاد هو اللي فبرك الفيديو. حسين قال: اللي انت بتقوليه ده مستحيل طبعا أصدق الكلام الفارغ ده. اتجننتي يا نسرين؟ زي تتهم أخويا بتهمة بشعة زي دي؟ كان نفسي أتجنن قبل ما أقول اللي هقوله ده دلوقتي. أنا هعرفكم كل حاجة. وبدأت نسرين تحكي وتقول بصوت كله خنقة وحزن: أنا سمعت رشاد وهو بيتكلم في التليفون وبيقول لواحد: بقول لك إيه، انت لو فكرت تفتح بقك هتتحبس معايا. ده الأحسن ليا وليك إنك ترضى بالقرشين اللي أخدتهم. وبعدين الفيديو كان باين قوي إنه متفبرك، يعني مش حقيقي. المفروض تشكرني إني اديتك الفلوس دي كلها. واسمع يا ده، انت لو فكرت تكلمني تاني أنا بنفسي اللي هقلب الترابيزة عليك وعليا وهبلغ عنك وأقول إنك سوابق وليك في الشغل الشمال، وساعتها أنت أول واحد هتخسر. وبعد ما رشاد قفل لقاني قصاده مصدومة: فيديو إيه؟ هو أنت اللي ورا كل المصايب اللي حصلت دي؟ أنت يا رشاد؟ وطي صوتك، أنت بتقولي إيه؟ لا طبعا. أمال مين اللي أنت بتكلمه ده؟ قولي يا رشاد وفهمني أبوس إيدك. بصراحة بقى أنا مش هقدر أخبي أكتر من كده. أيوة يا نسرين، أنا اللي عملت كده. قبل فرح تامر بكام شهر لما حسين قال لي إنه قرا فاتحة وهيتجوز على طول بعد شهور قليلة، صدمت. حسيت بخنقة لأني كان نفسي سهى هي اللي تكون من نصيبه. تامر غني وقدر في سنه ده يوصل لمكانة محدش يقدر يوصل لها، وأنا يا دوب موظف طالع على المعاش، ويا دوب المعاش مكفينا بالعافية. كان نفسي أجاور السعيدة عشان أسعد، لكن جت غريبة بقى قربت منه وكانت عايزة تاخده، وعشان كده عرفت من حسين كل صغيرة وكبيرة. كل حاجة بتحصل في بيتهم قبل الفرح عرفتها، وكل مرة كنت أحاول أبوظ الجوازة كانت محاولاتي بتفشل. لحد ما في يوم من عندهم سمعت تامر بيكلم منظم الفرح في التليفون وبيقوله إنه عايز يشغل فلاشة عليها صور وفيديوهات ليهم كنوع من أنواع الشو. قررت أنا وقتها أخد الفلاشة بسرعة من غير ما يحس وهو مشغول، ونزلت الأقرب استوديو، نقلت كل اللي عليها عندي في الفلاشة، ووصلت للولد من بتوع البرمجة اللي كانوا شغالين في الشركة اللي كنت بشتغل فيها قبل ما أطلع على المعاش. فصرته مسمعه إنه بيعمل أي حاجة بالذكاء الاصطناعي، واتفقت معاه إنه يعمل لي الفيديو، وبعت له صور سهى وصور تامر، وحطيت الفيديو على الفلاشة اللي كانت نسخة من فلاشة تامر، واتعرضت بالشكل اللي انتوا شفتوه. وكان كل همي وقتها إن سهى تتجوز تامر مهما كلفني الأمر. المهم إنها تتجوز جوازة مرتاحة ويبقى معاها فلوس ملهاش أول من آخر، وقتها أقدر أطلب بشكل غير مباشر إنها تساعدني في جهاز أختها ومصاريفنا اللي ملهاش آخر. أنت مش بني آدم، أنت شيطان. إزاي قدرت تعري بنتك وتفضحها قصاد كل الناس؟ تبعتها بالرخيص يا رشاد. افرض ما كانش اتجوزها كنت هتعمل إيه وقتها؟ مفيش حاجة ما بتتنسيش، والفيديو معظم العيلة عرفت إنه متفبرك، وأنا كنت متأكد 100% إنه هيتجوزها، لأني عارف حسين أخويا كويس، عمره ما كان هيعمل غير كده. يعني كانت ملعوبة صح، وديكي شفتي بنفسك. أنا عشت سنين عمري كلها معاك أخبي عليك واسترك قدام الناس. عمري ما اشتكيت من أفعالك القذرة وأقول أبو بناتي وسمعته من سمعتهم، بس طلعت بداري عن شيطان ما يعرفش ربنا ولا عنده نخوة ولا يعرف حلال ولا حرام. وأدي النتيجة، أول واحدة نهش لحمها بنته وعرضه. مستحيل أعيش معاك دقيقة واحدة، وورقة طلاقي توصل يا رشاد. خلاص كفاية لحد هنا. استني يا نسرين، خليكي جنبي، أنا لأول مرة أحس إني خايف بجد. الواد ده ممكن يعمل كارثة بالفيديو، أكتر من الكارثة اللي حصلت. روح يا شيخ منك لله. وبعد نسرين ما حكت الحقيقة كاملة كان الكل مصدوم ومش قادر يصدق اللي بيتقال، وسهى بكت بحرقة. يعني إيه؟ بابا هو السبب في كل اللي حصل لي؟ يعني هو اللي كسرني؟ عشان إيه؟ عشان بس شايف إن تامر عريس لقطة؟ طب إزاي؟ وبعد كل اللي عمله ده مات وما قدرتش أواجهه ولا أسمع منه مبرر واحد بس يبرد قلبي. طب أسامحه إزاي؟ أنا مش قادرة أسامحه. كفاية اللي أنا عايشاه معاه سنين ومحدش يعرفه. للأسف أنا ضيعت عمري على الفاضي. خد يا حاج حسين، ده تليفون رشاد فيه رقم الولد اللي فبرك الفيديو، وهتلاقيه كمان تسجيلات بينهم فيها كل الكلام اللي قلته. الولد كان بيسجله عشان يهددوا بيهم. أرجوكم اتصرفوا قبل فوات الأوان. اتكلمت وفضحت سر ميت عشان نلحق فضيحة تانية ممكن تحصل. حسين ورجاء وتامر كانوا ساكتين من الصدمة، لكن تامر قرب من سهى اللي كانت بتبكي وهي ماسكة قلبها من كتر قهرتها وقال لها:
الحقيقة إن للأسف الراجل اللي كان المفروض يحميكي كان أول واحد ظلمك، لكن أوعدك إن طول ما أنا عايش عمري ما هسمح لحد يكسرك تاني. وانسي واعتبري إننا معرفناش الحقيقة، واعتبري إن عمي رشاد كان سبب عشان نكون مع بعض دلوقتي. رغم بشاعة اللي عمله صدقيني كل حاجة حصلت كانت غريبة، بس أكيد ربنا له حكمة، وهو قربنا من بعض أكبر دليل. قال كده قدام كل الموجودين. أنا كل اللي كنت مستنياه من بابا كلمة واحدة، يقول لي سامحيني. حتى دي خدها معاه ومشي وساب لي ذكرى صعبة قوي مش هتفرق خيالي مهما بينت إني نسيت. نسرين قربت منها وقالت لها يمكن مات من غير ما يعتذر، لكن ربنا ساب الحقيقة تعيش عشان محدش يفتكر يوم إن بنتي كانت مذنبة. حسين حس بوجع سهى وركن زعله من رشاد، وقال لسهى وهو بيطبطب عليها من النهاردة انت بنتي قبل ما تكوني مرات ابني، واللي يجيب سيرتك بكلمة يبقى جاب سيرتي أنا. ما تخافيش يا سهى، كلنا في ظهرك يا حبيبتي، والولد ده أنا هحاسبه بنفسي. كانت لحظة احتواء جميلة لسهى من كل أهلها، الكل كان حاضنها وبيواسيها عشان تقدر تكمل بعد ما عرفت الحقيقة. وزي ما كل حاجة بتعدي وتمر، مرت الأيام والشهور وفات سنين على اللي حصل، وحسين وتامر جابوا حقهم من الولد اللي فبرك الفيديو وحبسوه، وكانوا بيعتبروا نسرين ونيرة وسهى أمانة كبيرة في رقبتهم. ولما نيرة تقدم لها عريس هم اللي كانوا سندها بعد ربنا. وجي ميعاد فرح نيرة، ولما تامر وسهى دخلوا القاعة يوم الفرح، سهى وقفت قصاد شاشة العرض وهي متوترة وإيديها بترتعش لدرجة إن تامر حس بيها وطمنها. ما تخافيش، الشاشات ممكن تعرض مشهد مزيف متفبرك، لكن الأيام هي اللي بتعرض الحقيقة. عندك حق فعلا، الحقيقة اتأخرت بس وصلت. وخلصت حكاية سهى وتامر رغم قساوتها ووجعها وكمية الخيانة اللي تعرضوا لها من أقرب الناس ليهم، لكن النصيب والقدر مفيش أي إنسان يقدر يوقفه مهما حاول، واللي مكتوب هيتشاف وهيتعاش بكل تفاصيله.